ايه الحاجات السليمه اللي احنا نقدر نعملها؟ حضرتك بتقول دلوقتي احنا بنتبع بعض الطرق الغلط اللي بتخلي الحرق عندنا ضعيف. صحيح. ايه اللي يخلي الحرق عندنا يزيد ويبدا جسمنا يستجيب لاي دايت احنا ممكن نكون بنعملها؟ جميل. موضوع الحرق الضعيف دوت، يعني العالم كله دلوقتي متجه ناحيه الناتشورال او الحاجات الطبيعيه. فاحنا عن طريق المنتج الطبيعي اللي هو زي البايوكيتو. البايوكيتو ده منتج مكون من 5 نباتات طبيه، بيقدر ان هو يساعد من معدل الحرق. يعني على سبيل المثال في اوراق التفاح الاخضر، في كمان المستكه اليونانيه، في الافريكان مانجو، في كمان اوراق التوت البريه. بنقدر ان احنا نعمل ميكس ما بينهم، ده بيبتدي ان هو يخش جوه الجسم، بيعلي من معدل الحرق. الحقيقه بقى الموضوع ده جميل قوي. ليه بقى؟ اولا هو بيعدل معدل الحرق بطريقه طبيعيه جدا، ناتشورال جدا. فدي بشرى من خلال برنامج النهارده الدنيا بخير، بشرى خير لكل المشاهدين، ان احنا هنبعد تماما عن موضوع الغده الدرقيه. يعني حتى لو حد عنده مشكله في الغده الدرقيه، عنده معدل الحرق فيها ضعيف، لا احنا بنزود معدل الحرق بس بتكنيك تاني خالص، حاجه اسمها كيتوسيس. ايه هي الكيتوسيس؟ دي حاجه جوه جسمنا ربنا خلقنا بيها. لما بتتم هذه الحاله من الكيتوسيس بتبتدي انها تزود من معدل الحرق وتكسر في دهون الجسم، وده اللي بيعمله بايوكيتو.